الست دي بعد ما جهزت الاكل قعدت علشان تاكل. كان معاها الكلب بتاعها. الكلب جعان، ادت له قطعه فراخ. بتبص كده لقت حماها جاي من بعيد. قامت وهي متعصبه جابت طبق وحطت فيه لقمه عيش وما حطتش فيه لا لحوم ولا فراخ، واديتهم بطريقه وحشه لحماها وقالت له خد الاكل ده وكل بعيد، انا مش طايقاك، انا بقرف منك. تخيلوا ايه اللي حصل. الكلب جري بسرعه على السفره واخد الطبق بتاعها هي شخصيا وحط فيه لقمه عيش زي اللي هي حطتها لحماها، واخد الطبق وجري بيه ورماهولها بره البيت. هي جريت ورا الكلب علشان تشوف الكلب رايح فين. لقت الطبق ولقت العيش. الكلب دخل بسرعه البيت وقفل الباب علشان ما تعرفش تدخل. خد الطبق اللي فيه فراخ واداه للراجل الكبير حماها. ومش كده وبس، ورجع كمان للكرسي اللي كانت هي قاعده عليه وشاور له عليه، يعني قال له تعال انت اقعد هنا. سبحان الله، الحيوان عنده رحمه وعنده وفاء واخلاص اكتر من ناس كتير عايشين حوالينا دلوقتي. صلوا على النبي في التعليقات.